قلت إذا كان الأظفر الإبهام هو الرئة والأظفر هي الأربطة مال عضلات الرئة، لو حطينا هنا حنة، الحنة هي مضاد بكتيري ومضاد التهابات وساحبة للحرارة، فلو حطينا هنا حنة حول هذا أظفر الإبهام راح الرئة تتقوى ويطلع البلغم كله برا. اللي عندهم أمراض تنفسية، 1 اللي عندهم قولون تقرحي، هذا قولون لو حطينا حنة هنا على أظافر، يعني ممكن كل الدائرة على أظفر السبابة، فإحنا دا نقوي الأربطة مال القولون التقرحي، ممكن المريض يساعده على التعافي. وهذه إلها علاقة بالقلب واللي عنده أمراض في القلب، وهذه إلها دخل في الأمعاء الدقيقة. نحط حنة هنا، موضوع ما له علاقة نساء ورجال، يشمل الاثنين. واللي عنده مشاكل بالكبد والطحال ممكن يحط حنة على إصبع الإبهام في رجله جوا، واللي الاثنين اللي جنبها المعدة، والاثنين والآخرين هو المرارة والمثانة. والرجل من جوا هي الكلى. طيب أهالينا قبل كانوا يحطون حنة على الرأس بغض النظر عن اللون والشعر ولا، لكن اللي كان عنده صداع يحط حنة، اللي كان عنده حرارة الأطفال يحطوا لهم حنة، لأن الحنة تسحب الحرارة. رقم 1 في الطب النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي المرضى اللي عنده قروح في رجله يحط حنة، اللي عنده جرح في رجله جماعة الجنجرين يحط حنة. طبعا الحنة المقصودة هي ورق الحنة المطحون وليس جذور الحنة، انتبهوا. طيب